اقول لك حاجه، الشخص ده بيراقبك موت. بيراقبك جدا، وعينه هتطلع عليك. الشخص ده واضح انه معجب بيك قوي، ايا كان ده كراش او شخص من الماضي، وشايفاه ان هو ندمان عليك جدا ومقهور انه سابك، او مقهور انه اتخلى عنك او طلع من حياتك او ما اعترفش بمشاعره. يعني شايفه ان الشخص ده دلوقتي انت بالنسبه له بقيت تارجت، هو عايز يوصل له، عايز يحققه. يعني هو عايز تكون انت بقيت بتتعامل معاه بالمثل، بتتعامل معاه بتجاهل، بتتعامل معاه انك انت مطنشه، بينت له ان انت في حد في حياتك، او بينت له ان انت داخل علاقه. يعني واضح ان الشخص ده عنده خوف انك تكون دخلت علاقه، او يكون في حد ظهر في حياتك، لان واضح ان الشخص ده معجب بشكلك قوي، او شايفكم ان كنتوا يعني حلوين قوي، يعني طاقتكم حلوه بصراحه. طيب نقول الابراج اللي ظهرت معايا: برج الثور، حمل، اسد، حوت، سرطان، معايا ميزان، معايا دلو. الابراج اللي ظهر قلتها لكم اهي، ومعايا العذراء والجدي والثور. طيب ممكن على فكرة الشخص ده يكون انت حاسينه مش عايز يقرب لانه عنده علاقة، او انتوا شاكين ان عنده علاقة. لبعضكم في الطاقة دي انت شاكك بوجود طرف اخر في حياة الشخص ده، حاسين انه ممكن يكون الشخص ده في حد في حياته، في علاقة هو فيها. عشان كده انت ممكن تكون زعلان جدا وحاسس ان الشخص ده مش راجع تاني، لانك اول مرة تحس ان الشخص ده مش مهتم ليك، ما بيحاولش ياخد معاك خطوة. بس على فكرة الشخص ده مش مرتاح في البعد، او مش مبسوط. حتى لو في علاقة الشخص ده انا شايفاه متألم جدا، وشايفاه مش لاقي راحته. بالعكس هو حاسس ان هو عايز يرجع لك، لان هو بيتفق معاك، ممكن يكون بيحن ليك، لان شايفاه بيحبك جدا الصراحة. ولكن بشوف ان الشخص ده ممكن يكون ندمان ان هو ما كانش صريح معاك، حاسه ان الشخص ده كدب عليك في حاجه، يكون معاك طاير من الفرحه حرفيا، لان افكاره عنك انه بيشوف لما سابك بالعكس هو مش مرتاح. يمكن انت طول الوقت كنت بتحس ان الشخص ده بيتهرب من العلاقه، دايما بيتعامل معاك اللي هو بتطنيش، ممكن تحسه ان هو مثلا بيهتم بحاجه تانية غيرك، او انت دايما تحس ان الشخص ده كان بيعمل حوارات او بيكذب عليك، او ممكن يكون هو سابك عشان تدخل حد من الاطراف، لا اما اهل بقى، لا اما ممكن حد من اصدقائك اتدخل في العلاقه دي. بس الشخص ده كان بيتعامل معاك ببرود، او بيتعامل معاك بطريقه فيها كده يعني لا مبالاه شويه، كانش محسسك انك انت مهم بحياته، او ان انت وجودك يفرق له، كان دايما يحسسك ان انت مش فارق معاه، لان الشخص ده هو ندمان على اسلوبه، ندمان على طريقته، وانت اكتر حاجه مستفزياك منه اصلا اسلوبه وطريقته ومعاملته معاك. فالشخص ده حاسس ان هو ضيعك من ايده، انت كنت بالنسبه له فرصه ضيعك من ايده، عشان هو كان بيتعامل معاك باستهانه وبتجاهل، وما كانش مقدر مشاعرك، وما كانش مقدر احساسك ناحيته. انت فعليا عملت مع الشخص ده كل حاجة حلوة، ولحد دلوقتي هو بيفتكر ايامك ولحظاتك واوقاتك الحلوة. الشخص ده كل ما بيفتكرك بينبسط جدا، ولكن بيزعل انك ما بقتش في حياته، لانك انت حرمته من وجودك في حياته. على فكرة في منكم ناس اتعاملت مع الشخص ده بطريقة هو متفاجئ منها، طريقة فيها تغيير قوي كده، اللي هو ان انت ممكن تكون مثلا عملت بلوك، او بدأت مثلا انك انت ممكن يكون معاك على السوشيال ميديا مفيش بلوكات، بس انت سايبه، ولا بتقرب منه، ولا بتتكلم، ولا بتاخد معاه اي خطوة. فالشخص ده يعني متغاظ قوي من معاملتك معاه، وانك انت خرجته بره حياتك، هو شايفك انك طلعته بره حياتك. دي طاقته بصراحة. ودلوقتي هو في طاقة مراقبة عالية عليك، هو مهووس بيك، الشخص ده على طول بيفكر فيك، على طول مشغول باله عليك، على طول هو عايز يعني يفسر هو انت معناها ايه انك انت بعدت، او انك انت مبقتش تتواصل معاه. هل انت ظهرت في علاقة جديدة؟ هل انت مثلا خلاص مش بتفكر ترجع له تاني؟ ده احساسه. الانسحاب هو اجمل انتقام، صح، برافو.
لا هو انتوا ما انسحبتوش من فراغ، يعني انت مش منه ان مشغول باله عليك على طول، هو عايز يعني يفسر هو انت معناها ايه انك انت بعدت، او انك انت مبقتش تتواصل معاه. هل انت ظهرت في علاقة جديدة؟ هل انت مثلا خلاص مش بتفكر ترجع له تاني؟ ده احساسه. الانسحاب هو اجمل انتقام، صح، برافو. لا هو انتوا ما انسحبتوش من فراغ، يعني انت مش منه ان مش من اول مرة انسحبت، انت انسحبت لانك اكتر من مرة تدي فرص في العلاقة مع الشخص ده، وهو ما يقدرش الفرص ده وما يقدرش وجودك، فانت بعدت عشان تعبت مني. ايه هو خطواته بقى؟ ايه خطوات الشخص ده معاك؟ اه ده كده بصوا بقى، خطوات الشخص ده ان هو عايز يضمن لك حقوقك، او يضمن لك اللي انت عايزه، او بمعنى اخر عايز يعمل حاجة تخليك سعيد وانت معاه في العلاقة، او انك انت ترجع لحياته تاني. فبشوف ان ممكن يكون الشخص ده لو عامل بلوك هيفك بلوك لان هو عايز يرجع. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو ده شخص معاك على السوشيال ميديا وبيتجاهلك او بيطنشك او مثلا مش سائل فيك، شايفه ان هو عايز يكتب لك مسج، عايز يرجع، بس هو عايز يضمن حبك لان هو ما بقاش حاسس انك بتحبه. وحرفيا انت فعلا في الطاقه اللي معايا دي انت ما بقتش تحبه، لان هو ممكن يكون غدر بيك، طعنك في ظهرك الشخص ده، خاصة ان هو كان ممكن تكون اكتشفت خيانة او اكتشفت علاقة او اكتشفت ان هو